هتكمل حاجة؟ مش هكمل، قلت كلمة بس. يعني احنا كنا جايين اصلا عشان ندردش مع بعض. مفيش في ذهننا، او انا على الاقل مفيش في ذهني ان في محاضرة او كلام هيتقال بالشكل ده. بس عادل كان اشجع مني وخد الدعوة واتكلم. فانا عايز اركز على نقطة واحدة بس. بعد كده افضل تبقى في مناقشة مش محاضرة. النقطة اللي انتهى بيها عادل، احنا من جيل كنا متعودين على ان احنا نفكر في الثورة بحق او بغير حق، انما يعني كنا بنفكر كده على اساس ان هي نوع من درجة حاسمة في التناقض بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج، او يعني دي الفكرة الماركسية، ان احنا عندك في المجتمع قوى انتاجية بتتراكم او بتتقدم، وبعدين بيبقى فيه علاقات بين الناس فوق اسمها علاقات ايديولوجية. العلاقات دي بتيجي لحظة تتناقض فيها مع نمو القوى الانتاجية، فبينفجر المجتمع وبتبقى فيه ثورة. طبعا ده كلام في ناس كتير سابوه دلوقتي وبيعتبروا ان الماركسية انتهت وان مفيش اي، بس انا شايف انها ما انتهتش تماما يعني، وان ده المنطق ده لسه موجود، وده اللي حصل في مصر بشكل او باخر، ان في عقلية جديدة نشأت عند الشعب المصري وعند الجماهير المصرية ادت بان الجماهير دي تنفجر ضد النظام القائم. وده تغيير ما هوش سطحي وما هوش عابر، انما تغيير هيفضل موجود في العقلية دي، هيفضل موجود في المجتمع. المشكلة هي ان في ناس كتير برضو لما بتفكر حتى بالشكل ده بتعتبر ان الثورة عملية سريعة، يعني تكاد تكون انقلاب. لما يكون مثلا تيجي قوة ثورية تقوم قلب النظام وجايبه نظام جديد وانتهى الموضوع، والنظام الجديد يعني يستقر وكل حاجة تمشي عادي ونبقى كويسين. ده ما بيحصلش، زي ما قال عادل ما حصلش في أي مجتمع. الثورة بتيجي تعمل الانقلاب ده في علاقات القوى، إنما بيبقى فيه فترة طويلة لو سميناها فترة انتقالية أو فترة بيبقى فيه القديم بيقاوم والجديد بيحاول إنه يفرض نفسه، وبيتعايشوا إلى حد ما مع بعض لفترة بس بعلاقات وتناقضات وصراعات لغاية ما الجديد يفرض نفسه بشكل حاسم. احنا دلوقتي في الفترة دي، وفي ناس منزعجين قوي من ان بيقولوا ان في فوضى ثورية، في فوضى في المجتمع، وعايزين الاستقرار تاني. اللي بيقول بالمنطق ده هم عمليا ضد الثورة، لأن الاستقرار معناه ايه؟ معناها انك ترجع يبقى عندك وزارة داخلية زي زمان، يبقى عندك جيش زي زمان، ان يبقى عندك قضاء زي زمان، ان يبقى عندك كل الحاجات المنظمات القديمة موجودة وبتنفذ بنفس الشكل الاضطراد القديم، ونقول ان احنا عملنا ثورة، ودي ما هياش ثورة. فلازم نقبل فكرة ان احنا هنعيش فترة هيبقى فيها الصراع ده موجود في المجتمع، وهتبقى فيه القوة الثورية بتحاول انها تفرض قواعدها الجديدة، والقوى القديمة بتحاول ان هي ترجع تاني تستعيد مراكزها القديمة. دي النقطة الوحيدة اللي كنت عايز اضيفها، وزي ما بقول افضل ان احنا نتناقش وتبقى دردشة. يا ريت لو اي حد عنده سؤال ممكن يوجهه للسادة الضيوف. حد عنده سؤال؟ طب ممكن انا اسال سؤال؟ السادة الضيوف او غير السادة الضيوف. السلبية بتاع المصريين اللي اعتمدت على ان الحاكم هو اللي يحكم واحنا نسمع ونطيع، ازاي نتخلص منه؟ عايز روشتة يعني بخبرة حضراتكم كده ايام جمال عبد الناصر. انا عايز يعني احنا احترنا بصراحة في كل الوسائل اللي استخدمناها، انا عايز وسيلة مبتكرة تخلصني من سلبية الانسان المصري. يتهيألي انه الثورة رد أولي على سؤالك. يعني 10 مليون 18 يعني طبعا ما عنديش مانع أقول 25، ما حدش حسبهم، بس يعني عندك
ملايين من المصريين ردوا عليه، اتحركوا، قرروا التحرك، كل واحد فيهم عنده إحساس بمسؤوليته الشخصية، وحصلت الثورة وقامت ووصلت للدرجة دي ومستمرة رغم الظروف المعقدة قوي دي. يعني أنا هقول لك إيه؟ قلقان من لهجتك، لأنه أنت طبعا بتتكلم عن ظاهرة مشهورة، وطبعا ما احنا لسه بنقول بقى لها 7000 سنة، إنما اللي حصل أولا طبعا في انتفاضات وثورات وتغييرات، ما ممكن نتكلم ساعات طويلة في تاريخ مصر، إنما اللي حصل في يناير وفبراير السنة اللي فاتت ملايين من المصريين نفضوا عن نفسهم الإحساس بالسلبية دي، ولا لا؟ هو يعني حضرتك ده حصل، لكن اللي يحير دلوقتي إنه أنا دلوقتي بصدد كتاب الدستور ومع ذلك مفيش الاستجابة المتوقعة أو استجابة مماثلة لاستجابة يناير. أنا عايز دلوقتي أكتب دستور، اللحظة دي أهم لحظة في التاريخ، في تاريخ مصر دلوقتي. ليه مفيش استجابة للموضوع ده؟ الموضوع ده خطير جدا. هل ده قلة وعي؟ وعالجه إزاي؟ وعايز صبر. هل الثورة هتستمر فترة طويلة؟ ده قلة ثقافة مصرية، الثقافة المصرية مدخلة. بس احنا عارف الشعب المصري دلوقتي همه جمع المال سواء في الغربة أو جوه البلد. أنا حضرت الثورة هناك في مصر، أنا لسه جاي من مصر بعد 3 سنين وقاعد هناك. مصر انتهت. ثقافيا زيرو. الشعب ما بيعرفش يتكلم مع بعض، ما بنحبش بعض. احنا ما بنحبش بعض، مفيش حد دلوقتي فينا بيحب التاني. والصراحة مع المصريين ما بتنفعش. بلاش النظرة السوداوية. لا 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 لا، أنا بكلمك صح. أنا لسه اسمعني للآخر، اسمعني للآخر، خد وجهة نظري للآخر. خد وجهة نظري للآخر. أنا كنت شغال مع واحد مصري لحد امبارح. سبته لأن هو ما بيحبش المصريين. هو ما بيحبش نفسه. احنا ما بنحبش بعض، دي المشكلة اللي موجودة فينا، وثقافة ما فيش. وده سببه ان احنا استسلمنا لثورة 52 او الانقلاب العسكري اللي احنا سميناه ثورة وبنعيد بيه. احنا من بعد 52 كان بداية نهاية مصر اللي احنا وصلنا له دلوقتي. هي دي مصر. يعني انا عايز هتكلم الاول عن نقطة السلبية. السلبية وبعدين نرجع احنا بنحب بعض ولا ما بنحبش بعض. فاحنا من زمان بنقول ان الشعب المصري ما هو الشعب سلبي. وكتبنا لما كتبنا اول كتاب نشرناه صراع طبق في مصر، اخر فصل فيه كان بيرد على السؤال ده، بيقول ان الشعب المصري ما هو الشعب سلبي، وبيدي نماذج من اللي حصل في تاريخ مصر وتاريخ الشعب المصري وزي ما هو بيقاوم استمرار. وبعدين حتى الفصل ده عجب واحد مخرج فرنساوي اسمه جان ماري ستروب، فاتصل بينا وقال لنا انا عايز اعمل فيلم للفصل ده، وعمل فيلم اسمه تروتو تروتار، تقدر له على الانترنت يمكن. جان ماري ستروب كان فريدريك انجلز واخد 20 دقيقة، ومحمود حسين واخد 120 دقيقة تقريبا أو 100 دقيقة. فإحنا شخصيا يعني أنا وعادل ما احناش من أنصار نظرية إن الشعب المصري شعب سلبي. اللي بيقوله عادل هو إن في إيديولوجية سائدة في المجتمع المصري. الإيديولوجية دي كانت بتقول إن المفروض إن الحاكم إنك تقبل سلطة الحاكم مهما كان. حتى لو كان ظالم فاسق مغتصب اي حاجه، انما طول ما هو موجود لازم تقبل سلطته، لان ده الضمان الوحيد بوحده الامه. فده كانت دي الايديولوجيا السائده، انما ده ما منعش الشعب المصري من انه يثور ومن انه ينتفض ومن انه يعني. فده انت لو اخذت مثلا الفترة بتاعت الحملة الفرنسية، فترة المماليك، في ثورات بس ما بتأديش وفي كانت الثورات دي بتأدي لتغيير الوالي، بس ما كانتش بتناقش شرعية سلطة الإسلام أو السلطان في تركيا. دي كانت النقطة. هو معنى كلام حضرتك إنه يعني ملوش غير تفسير واحد، إنه الشعب المصري ذكي جدا لدرجة إنه يعطي الفرصة كاملة للحاكم عشان يقدر يحاسبه.
مش كده، هو بيقبل كل الشعوب عرفت في الفترة دي اللي هو الدين بيتحكم في كل حاجة في المجتمع. فكانت النقطة الأساسية إنه الدين بالنسبة لمصر وبالنسبة للدول الإسلامية كلها بيدي شرعية للحاكم. الشرعية دي إنه يفضل موجود طول ما فيش حاكم تاني، طول ما هو في السلطة المفروض إنك تحافظ عليه وما تشيلوش، لأنك محتاجه في الدفاع عن وحدة الأمة. ده المنطق اللي كان سائد، بس ده ما كانش بيمنع الشعب المصري من إنه ينتفض ضد الوالي الحاكم. يعني هنا في فترة المماليك مثلا كان فيها المماليك اللي بيجوا يسيطروا على الوضع في مصر باسم السلطان تركيا، فكانوا الناس بينتفضوا ضد المماليك، انما ما بينتفضوش ضد سلطان تركيا على اساس ان السلطان ده هو القوة الاسلامية الاساسية اللي بتحمي بلاد الاسلام، ده ديار الاسلام من الاجانب ومن الكفار. ده كان المنطق اللي موجود، انما كانوا بينتفضوا وكانوا بيثوروا. يعني في راينا ان في غلطه كبيره ان تتحط على اساس ان الشعب المصري شعب سلبي، ما هوش سلبي، وزي كل الشعوب الاخرى. في الفتره اللي بقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين كل تاريخ الشعب المصري انتفاضات وثورات وحركات ما بتأديش للنتيجه المطلوبه، لان ده موضوع كبير وطويل وممكن ندخل فيه، لان كان فيه هنا دخل العنصر الاجنبي في الصورة. يعني هو كلام حضرتك كله بيبين ان الشعب المصري رد فعل مش فعل، انه الحاكم عمل حاجه غلط فانا بغيره، انه حد بيقوم بفعل فانا بقوم برد فعل. ده لغايه 25 يناير. ايوه انا في اللحظه دي بكتب الدستور. بس ده مش طب استنى هنوصل ثانية واحدة، بس ده ما هواش خاص بالشعب المصري لوحده. بالظبط. يعني ده كل الشعوب كده. وكل اللي انا عايزه انه يبقى فعل، هو اللي يقوم بالفعل. ايوه بس كل الشعوب كده لغايه ما تيجي لحظه تنفجر فيها القوى دي، القوى الشعبيه ضد الوضع الموجود، بس الشعوب كلها فعل ورد فعل. يعني ما هياش ما فيش نوع من انطلاقه بتيجي من السماء عند الشعب المصري. في انطلاقه بتيجي لما الوضع يبقى جاهز للانطلاقه دي، وده اللي حصل في مصر. ده اللي حصل في فرنسا. يعني فرنسا في سنه 89 الثورة كانت ضد رد فعل ضد حاجات. رفاعة الطهطاوي بيوصف الثورة بتاعت سنة 1830 في فرنسا، هو كان عايش في فرنسا يعني، رد فعل لأن الملك حاول إنه يلغي الدستور، فبقى فيها رد فعل من الشعب الفرنسي. بس ما فيش ثورة عمليا بتيجي كده من السماء. النقطة الثانية اللي كنت عايز اتكلم عنها ان احنا بنحب بعض، برضه هنا عايز اقول ان احنا ما احناش مختلفين عن اي شعب تاني. انا ليا ابني بيعتبر نفسه مصري وعايز يعيش زي المصريين ومش عايز يشتغل مع الفرنسيين وعايز يروح مع الافارقة. خد تجربة مع الافارقة واكتشف ان الافارقه زي الفرنسيين زي بتاع بيعيشوا بنفس الطريقه ويتعاملوا بنفس الطريقه. يعني دي ما تهريش انها حاجه خاصه بمصر بالشعب المصري، ان احنا في مصالح كل فرد، وبالذات لما تبدا الفرديه، لما تبدا الاتجاه الفردي يظهر او الاحساس بان الفرد كل واحد مواطن وليه حقوق وعليه واجبات، لما يظهر كده بتبدا التناقضات بين الناس. ده اللي حاصل في كل المجتمعات، يعني ما هياش ظاهرة خاصة بينا برضه. لا أنا عايزة أقول حاجة أستاذ بهاء، هو قصده يقول إن السلبية جاية لأن فات مثلا سنة ونص لغاية دلوقتي ما حصلش تغيير حقيقي والناس ساكتة. هل أنا عايزة أسأل حضرتك، هل ممكن شعب يعمل أكتر من ثورة في وقت واحد؟ لا بس المسألة أنا رديت على السلبية. قلت إن الثورة عملية. أيوه تراكمية. يعني عملية مش بمعنى يعني بمعنى إن هي مرحلة طويلة، ما هياش مجرد إن تيجي الجماهير تقلب. أنا عارفة، أنا بتكلم بوجهة نظر الشباب إنهم بيقولوا إيه؟ ده دعوة لثورة،
مفيش شعب بيعمل ثورتين ورا بعض او 3 ثورات ورا بعض. نادر قوي يا استاذ عادل يعني. بس احنا مش هو عمل اللي عليه وقام بثوره كبيره، فهم استكمال الثوره دي. لا يعني ان احنا نقدر نقوله ان عموما في التاريخ لما بتحصل ثوره بيجي بعدها فتره هدوء. دايما كده لازم يحصل كده، لان مفيش شعب يقدر يعيش سنين طويله طول الوقت في عمليات تغييرات. الشعب اللي حصل فيه الشعبين اللي حصل فيهم العمليه دي فرنساوي كانت انتهت بالتاريخ اللي احنا عارفينه انها دبحت كل القيادات بتاعتها. الثوره البولشوفيه خدت السلطه يعني كده. بس اي ثوره عمل امبراطوريه ديكتاتوريه. بس اي ثوره بتاخد وقت. هي عمليه مش عارف الترجمه ما هياش مظبوطه بالعربي، انما هي مرحله، ما هياش سنه، ما هياش 3 اشهر، هي مرحله لانها تتضمن تغيير في العقليه. يعني تخيل انت اما تمسك نظام البوليس في مصر، انت لغيت الامن، امن الدوله. هل فعلا لغيت العقليه بتاعت امن الدوله في وزاره الداخليه؟ لا طبعا ما حصلش. وده مش ممكن تلغيها في يوم وليله، مش بقرار. وحتى لو المجلس العسكري هو المجلس الثوري، الحزب البولشوفي او الحزب بتاع روبسبير هنا وخد قرار بالغاء بتاع ده، مش هتتلغى. ده عمليه طويله محتاجه وقت. ده تغيير في عقليه الناس في طريقه تعاملهم مع بعض. فمن هنا تفاؤلنا واقتناعنا بان الثوره المصريه نجحت، لان في الوقت بتسمع في كل حته في مصر انتفاضات وحركات بتطالب بتغيير في كل حاجه، في النقابات وفي المباني وفي كل حاجه. دي فيها الجانب السلبي طبعا بتاع ان في ناس بتروح تستولي على اراضي من غير قانون، بس فيها الجوانب الايجابيه بتاعت ان انت بتفرض على الناس تغيير في علاقات القوى وفي علاقات التفكير. وهي دي الثوره هتاخد وقت وممكن يبقى فيه انتكاسه، بس مش ده مش معناه انها فشلت. انا عاوز برضو سؤال بس. في المعروف ان السياسه هي فن الممكن ده شيء، لكن الثوره هي مبدا، والمبدا ما ينفعش يبقى ممكن. ازاي ممكن نزاوج ما بين المبدا والممكن ده؟ لان ده المشكله، يمكن دي المشكله الحقيقيه الموجوده في مصر دلوقتي، ان بتوع الثوره مش عارفين يعملوا سياسه لانها فن الممكن. ازاي نقدر نزاوج ما بين الاثنين دول؟ لا بس المبدا والممكن. انا فهمت. خلينا بس نرجع. بعد اذن حضرتك ممكن برضو الخوف يكون هو اساس السلبيه. ممكن ده اكيد. لا بس ده اكيد ما نقدرش نلغي فكره انه في 25 يناير الناس تخطوا الخوف. اكيد. عاوز كام الف شهيد عشان نقول انهم تخطوا الخوف، بس ممكن الخوف يرجع. لا بس عاوز يعني في نقطه مهمه يعني بعد السؤال اللي انت اثرته، انه كان ايه اللي ممكن يحصل في 11 فبراير غير اللي حصل؟ لو تصورنا انه بدل ما الناس ترجع لبيوتها ومبسوطه لان في النهايه نجحت في اسقاط حسني مبارك، انه زي ما اتقال بعد كده انه لو كان في مستوى اعلى من التنظيم بحيث ان يبقى في لجان يروحوا يتناقشوا على طول مع المجلس العسكري والناس لسه في ميدان تحرير وملايين ماسكه البلد ويفرضوا مجموعه حاجات. هنا كان ممكن نتصور الثوره دي زي ما هي، انه في كذا اسبوع فقط، مش شهور، كذا اسبوع الغاء حكم الطوارئ، محاكم عسكريه ثوريه تحكم في الجو ده مع روح الثوره كلها في جميع الاحيان، تحكم على مبارك والناس وبتاع فورا، مش حكايه قانون وبتاع مش عارف قانون باسم ايه. انتوا عارفين بالمناسبه، يمكن انتوا ناسيين، انه فكره محاكم ثوريه اللي هي فكره ثوريه فعلا مش جديده في مصر.
مين اللي خد لنا؟ حتى عبد الناصر شخصيا لما قال الله القانون والقضاء وبتاع حاجه عظيمه جدا للحراميه والمجرمين وبتاع، انما انا عاوز افرض نظام جديد، يبقى اجيب محاكم جديده واجيب كل اللي عاوز اتخلص منهم واقدمهم للمحاكم اللي انا محدد ايه بالظبط، محاكم عسكريه بتاع. هنا المحاكم العسكريه بدل ما تيجي تحكم وتلغي الطقم القديم اللي كان بيحكم، لا حمته وحكمت على شبان زي الورد 10 14 15 ألف مش عارف في محاكم عسكريه في يوم واحد يحكموا عليهم ب5 و10 و15 سنه. ده اجرام. فعشان نفهم بس ايه اللي حصل، نحط في اعتبارنا انه حصل تخريب متعمد لكل الطاقه الثوريه اللي انفجرت دي. وبعد كده للاسف التواطؤ اللي حصل بين المجلس العسكري وبين الاخوان ابتداء من مارس، الاستفتاء اللي جاب شويه بنود بتاع بعد كده مسحوا بيها الارض، والمهم دخلوا في عمليه تجزئه القوى الثوريه، وانه كل الاحداث اللي انتم عارفينها. فاذا هو احنا يهمنا جدا تاكيد فكره انه مش سلبيه الشعب المصري بعد ما اثبت انه ممكن ينفضها وممكن يتخطاها، انما كل القوه اللي في مواجهته قوه ممكن تهبط الى حد ما حماسه، بس برضه هنرجع تاني وتالت نكرر انه رغم كل المصايب اللي الشعب المصري عايشها النهارده، ما فيها طبعا الجوانب الاقتصاديه مش بس كده، وبعدين مش عاوزين ننسى ان مش بس العسكر، الامريكان والاسرائيليين والسعوديه وقطر وكل الناس اللي بيتامروا على حاجات كتيره قوي 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 متكاتفه ضد شويه الشبان دول اللي قلبوا الانضراب. فيعني ارحموهم شويه قبل ما نتهمهم بالسلبيه او بالخوف، نحط في اعتبارنا المعجزه اللي عملوها. وهنا بقى فعلا زي ما كان بيقول بهجت نشوف تاريخ الثورات اللي حصلت في بقيه العالم. انه شرعيه الاستبداد دي فكره كانت سائده في العالم كله لغايه القرن ال 18 في العالم كله. يعني ناخد فرنسا بلد ديمقراطي وثوري، الملك طول ما كنا في لسه العرش الملكي، لويس الرابع عشر كان بيقول انا الدوله، انا ربنا اللي حدد ان انا اللي اتكلم باسم هي كده، والناس كانت متقبله كده. دي تقاليد ممكن تتفهم في ظروف معينه، الظروف دي اتشقلبت اتغيرت تماما. وبعدين الشعب المصري مش لوحديه، ما تنسوش، مش بس تونس ومصر والمغرب هنقول سوريا طبعا في البشاعه اللي بتحصل فيها، بس برضه بساله وشجاعه وطبعا كل اللي احنا شايفينه في سوريا. ففي الثورات العربيه الثانيه، في الراي العام الديمقراطي في العالم ده برضه ضغط. ما تنسوش الاعجاب اللي الراي العام الاوروبي كله عبر فيه عن اللي حصل في مصر لما حصلت انتفاضات ضد البطاله والمجاعه في اسبانيا في امريكا بتاع، كلهم بيذكروا مصر ميدان التحرير كرمز. مش بسيطه دي. يعني الشعب المصري هز جبل، بس لسه في 7 8 9 10 جبال ثانيه لازم تتهز. حطوا في اعتباركم العمليه ضخمه، بس حصل. الشعب المصري بدأ يقول كلمته في التاريخ، بدل ما يبقى فقط رد فعل بدأ يبقى فعل. مش ممكن نسمي ثورة 25 يناير غير انها فعل بأجمل معاني الفعل. انما طبعا في رد الفعل بقى اللي هو من القوة اللي عاوزة تخرب الثورة كده. وما تنسوش برضو انه دي تجربة.
النقطة اللي أنت قلتها نقطة خطيرة جدا شديدة الأهمية، إنه من سنة 52 بدأ الإعلام مش بس القمع وإلى آخره، الإعلام المصري يتقفل بشكل بالترباس. يعني جيل واثنين وثلاثة اتربوا على إنه الحاكم بيقول إيه رأيه إيه عامل إيه وبتاع وإحنا لا شيء. واحنا نقول امين بالظبط. أو حتى لو انتفضنا بس هو الحاكم ما نقدرش عليه. خلينا نفتكر حادثة خطيرة جدا احنا عشناها، انتوا طبعا يا اما كنتوا صغيرين قوي يا اما لسه ما اتولدتوش، اللي هي 6 يونيو او 9 يونيو بالاحرى سنة 67.